الشتاء دخل علينا واغلب الامهات والبنات بيعانوا من تشققات القدم. انا دايما رجلي من تحت بتكون ناشفه، القدم بتاع رجلي بيكون خشن، بحس بوجع، عندي تشققات جامده جدا، محتاجه حل يكون رخيص ويكون سريع ويكون امن. النهارده هقول لكم على منتج واحد هيعالج كل المشاكل اللي انتوا بتعانوا منها. لو انتوا اول مره تشوفوني، انا آلاء جمال، سكين كير اند هير ثيرابيست، ويلا بينا نبدا مع بعض الفيديو. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ النهارده هقول لكم على الحل اللي هيعالجنا وهيعالج القدم بتاعنا، سواء بقى بتعاني من خشونه في القدم، ما بتقدريش تدوسي على رجلك، حاسه ان في جلد متراكم ونفسك تعملي تقشير سطحي للمشكله اللي موجوده في رجلك دي. الحل اللي انا بتكلم عليه ده هو فوت سمارت. فوت سمارت ده موجود في اي صيدليه، ثمنه بالظبط عامل 50 جنيه. ليه اخترت فوت سمارت بالذات؟ فوت سمارت بيحتوي على ماده اسمها ماده اليوريا. ماده اليوريا دي هي بتعمل على تقشير طبقات الجلد الميت، وفي نفس الوقت في مواد بتعمل على ترطيب القدم. بنعمل ايه بقى؟ بقوم جايبه كميه كده من الفوت سمارت وابدا احطها على كف ايدي، وابدا احطها بعد كده على القدم بتاعي واوزعها، واعمل زي مساج كده او تدليك بسيط لقدم الرجل، وبعد كده بلبس شراب وانام. الموضوع ده لو كررتيه لمده اسبوع ورا بعض، بجد من اليوم السابع هتحسي ان كعب رجليكي بقى عامل زي الزبده. طيب افرض انا بقى المشكله عندي مشكله غويطه شويه، او عندي تشققات جامده، او عندي طبقات من الجلد الميت الكبير، او انا عاوزه احل المشكله دي لوالدتي من الناس الكبار اللي عندها تشقق جامد جدا وعندها القدم بتاعها جلده سميك. اعمل ايه؟ ممكن تجيبي الفوت سمارت وتجيبي معاه الكرباميد، لان الكرباميد ماده اليوريا بتاعته بتكون اعلى كمان من الفوت سمارت. تحطي عقله من الكرباميد وتخلطيهم مع بعض وتعملي نفس اللي انا قلت لك عليه، تحطيهم على كعب الرجل. عاوزه تحطيهم على رجلي كلها، انا عن نفسي بحطهم على رجلي كلها حتى صوابع رجلي، وبعد كده تلبسوا شراب وتناموا بيه. الشراب ده هيخلي رجليكي تعرق شويه، وهيخلي الماده تمتص في رجلك اسرع، فبتخلي الفعاليه بتاعت الماده بتبان اكتر، فبالتالي بتحسي بالترطيب. طبعا بقى مش هقول لكم ان انتوا تحاولوا ان انتوا تغسلوا رجليكم بميه كل فتره في الشتاء بالذات. لازم ترطبوا رجليكم كويس جدا، لازم تشربوا ميه كتير، لان اصلا اهم عوامل الجفاف ان في ناس في الشتاء بتنسى اصلا تشرب ميه. ربنا بيقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. كل ما تشربي ميه بشرتك هتكون كويسه، شعرك هيكون كويس، هتحسي ان في نضاره، الجلد بتاعك هتحسيه ان هو طري ومترطب. الحاجات دي مجرد ان هي حاجات بتساعد على العلاج. دايما بقول العلاج الداخلي اهم من العلاج الخارجي. لو فيديو النهارده عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير علشان اكبر قدر من البنات تستفاد. مع السلامه.